الإسكندرية هي بلد التاريخ والحضارة والمجد زي ما وصفها أمير الشعراء أحمد شوقي. اسكندرية عظيمة بأهلها الطيبين وبصحبتهم الحلوة اللي صعب تلاقي زيهم في أي مكان في العالم. وقت ما تفكر تزور اسكندرية ما تحتارش كتير، هنقدم لك في الفيديو ده أهم 10 أماكن لازم تزورها، منها مطاعم وكافيهات وأماكن سياحية. ابقى معنا. قصر كيلوباترا. من المعروف أن القصر تحت المية، فعشان تستمتع بيه هتعمل رحلة غطس بحرية، وبعدها هتشوف ما تبقى من آثار قصر كيلوباترا أو الحي الملكي الغارق، وهو من أشهر الآثار الغارقة على مستوى العالم. القصر على عمق 10 متر تقريبا، يعني حتى لو مبتدئ في الغوص مش هيكون صعب عليك. لازم تزور قصر كيلوباترا لأن التجربة تستاهل. تخيل نفسك بتتفرج على الشوارع القديمة وتماثيل أبو الهول والأعمدة وهي بتظهر على المية، يعني هتشوف مغامرة مختلفة جدا. مكتبة الإسكندرية القديمة بناها الإسكندر الأكبر في قديم الزمان، لكن مكتبة الإسكندرية الحديثة بنيت في عام 2002 ميلاديا، وهي مثال حي على عظمة الفن والبناء. مكتبة الإسكندرية أكبر من مجرد مكتبة كبيرة تتسع للعديد من الكتب، لكنها تضم معارض فنية ومتاحف كبيرة، وكل مرة هتزورها هتكتشف حاجة جديدة. قلعة قايتباي تعرف بأنها أشهر المعالم السياحية في الإسكندرية، بنيت قبل أكثر من 500 سنة مكان فنار الإسكندرية القديم، وهي واحدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة. لو أنت من محبي الصوفية هتستمتع بتجربة صوفية لا تتكرر في جامع المرسي أبو العباس في منطقة بحري، وهو الجامع الموجود في ضريح الشيخ أبو العباس المرسي، وهو واحد من كبار الشيوخ الصوفيين. سوق العطارين عبارة عن متاهة من المحلات في ممرات ضيقة لبيع الشاي والتوابل والهدايا التذكارية والأعمال اليدوية المميزة. ويوجد بالسوق جامع العطارين القديم، وهو يعتبر من أقدم جوامع الإسكندرية. الكافيهات والقهاوي. اسكندرية فيها كتير من الكافيهات والقهاوي الكبيرة والمشهورة، مثل تريانو وبدرو التي قام بزيارتها كبار الشعراء والكتاب. حدائق المنتزه. كانت حدائق المنتزه هي المصيف الرئيسي للعائلة المالكة حتى عصر الملك فاروق الأول. تتميز بطلتها الساحرة على البحر المتوسط، مع مجموعة من الأشجار الرائعة وأحواض الزهور المختلفة. أكل الشارع. لو أنت أكيل وليك ذوق خاص في الأكل لازم تيجي اسكندرية. هتلاقي الأكلات الشهية والمشروبات اللذيذة اللي بيقدمها البياعين على عربيات أو في أماكن مختلفة في شوارع اسكندرية، زي غزل البنات والترمس والبطاطا، والعصائر زي التمر الهندي والقصب والعرقسوس والسوبيا. ولو على البحر لازم طبعا تاكل الفريسكا. متحف الإسكندرية القومي. المتحف عبارة عن قصر مبني على الطراز الإيطالي، بيضم العديد من القطع الأثرية، كتير منها بيعود للعصر الفرعوني والعصر الروماني والبيزنطي والإسلامي. متحف المجوهرات الملكية. للمهتمين بالتاريخ المتحف ده عبارة عن تحفة معمارية، سواء في اللوحات المميزة أو حتى في زجاج الشبابيك الملونة. المتحف من ممتلكات الأميرة فاطمة الزهراء، وهي واحدة من أميرات الأسرة المالكة. أثناء تنقلك في المتحف هتلاقي باقة من أجمل وأروع الساعات والعملات الأثرية المتنوعة، تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والفارسية والقبطية. كوبري ستانلي. مفيش أحلى من إنك تشوف الغروب من أعلى كوبري ستانلي، مع مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة واستنشاق الهواء الصافي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو مع أهم 10 أماكن في الإسكندرية. شكرا لك عزيزي المشاهد على حسن الاستماع والمتابعة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء والاشتراك بالقناة.